ألف مبروك جالك كلية علوم. في الفيديو ده هحاول أجاوب على كل سؤال بيدور في دماغ كل شخص بيسمع الفيديو ده وحابب إن هو يدخل كلية علوم ومش عارف العالم بتاع كلية علوم اللي أنا عايشة فيه بقالي 3 سنين، وإن شاء الله داخلة على السنة الرابعة دلوقتي. هخلي الفيديو على هيئة سؤال وجواب علشان ما تملوش، ويا ريت ورقه وقلم علشان اي ملحوظه اي حاجه انتوا مش عارفينها تكتبوها في الورقه وتخلوها معاكم وهتنفعكم في السنين الجايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا دكتور نورهان، طالبة بكلية العلوم الفرقة الرابعة، قسم الميكروبيولوجي. بدون مقدمات طويلة يلا ندخل على اول سؤال. هل كلية علوم كلية صعبة؟ الاجابة بكل صراحة عشان ما اضحكش عليك بس في حالة لو عرفت الطريقة اللي تقدر تتعامل بيها مع الكلية. صدقني الصعوبات دي مش هيبقى ليها اي وجود ده قدام عينيك. ولازم تعرف ان الكلية محتاجة مذاكرة من اول يوم. يعني لو انت شخص مش بتحب المذاكرة، نصيحتي ليك بلاش تدخل كلية علوم، علشان كلية علوم فيها مذاكرة وامتحانات وضغط وسهر. لو انت شخص مش بتحب المذاكرة، حرفيا الاربع سنين هيعدوا في حياتك زي الجحيم بالظبط. علشان الكلية زيها زي أي كلية عملية، زي الطب والهندسة، في سكاشن وفي محاضرات، ومنهج السكاشن غير منهج المحاضرات. كل حاجة ليها كتاب وكل حاجة ليها امتحان خاص بيها. الحياة في كلية علوم حرفيا بتتلخص في دراسة وامتحانات فقط. أول شهر ده بيبقى بمثابة الدلع بالنسبة لطالب علوم، بتاخد فيه كم من المحاضرات. بعده بشهر بيبدأ الدكتور يقولك انت عندك الأسبوع الجاي ميد ترم، فجهز نفسك على اللي انت أخدته. وبعد الميد ترم بتبدأ تدخل في دوامة أخذ المحاضرات، وبعدين بتدخل على امتحانات عملي، وبعد العملي بيبقى امتحان الفاينل. والترم بيعدي عليك مش بتحس بيه أصلا. هو بيبقى 3 شهور و4 شهور، ويوم ما يبقى قصير خالص بيبقى 3 شهور ونص أو 3 شهور. فبتلاقي نفسك في دوامة كده. أول ما بتدخل من أول شهر مش بتحس غير وانت رايح على امتحانات الفاينل. الدكاترة في كلية علوم حرفيا مش بيهزروا، بس لو انت عرفت ازاي تتعامل معاهم، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو، الموضوع هيبقى سهل معاك. حد دلوقتي هيقول لي انت كلكعتي لي الدنيا، هو انا داخل الفيديو عشان نفسي تتفتح على الكليه تقومي تقفليها لي؟ هقول لك لما تعرف انت داخل على ايه من دلوقتي وتعرف الحقيقه كامله، احلى ما تتصدم من اول شهر بعد انت ما قدمت وتعبت نفسك في الكليه. حد هيقول لي ايه لازمه الكلام ده؟ لازمه الكلام ده ان انا بديك مسحه شامله كده عن اللي هتمر بيه خلال الاربع سنين الجايين في حياتك. هديك كلام عام، لو انت تقبلت الكلام ولقيت انك هتعرف تتعامل معاه كان بها، ما عرفتش يعني اعتبرها رسالة ليك انك ما تحاولش انك تحط كلية علوم في خياراتك. ولو انت شايف ان كلية علوم زيها زي الكليات النظرية اللي هي ما فيهاش ميد ترم والمذاكرة فيها من اخر شهر، زي كلية تجارة مثلا، معايا اصحابي كده وبذاكروا اخر شهر والدنيا تمام، ف حابة اقول لك انك غلطان. الكلية بتحتاج مذاكرة من اول يوم زي ما انا قلت لك، لانها سلسلة متصلة من الامتحانات والدرجات اللي انت لازم تقفلها علشان تعدي كل مادة بسلام. بس انا مش حابة اعمل لك البحر طحينة واقول لك دي سهلة، دي مش محتاجة مذاكرة، وتدخل تصدم وتقول ان انا كنت بخدعك. وانا عاملة الفيديو ده بنية ان انا افيد بيه اخواتي، افيد بيه الناس اللي لسه ما يعرفوش عالم كلية علوم. بكلم خواتي حرفيا. فلو انت شخص حابب خلال الاربع سنين الجايين من حياتك يكون عندك وقت فراغ تشتغل مثلا، او انك ما عندكش القدرة انك تذاكر كم المذاكرة ده وتتحمل ضغط الامتحانات الفظيع ده، فنصيحتي ليك تخلي كلية علوم بره خياراتك زي ما انا قلت لك، وتخرج من الفيديو وما تسمعهوش. تاني سؤال او اللي انا هخليه على هيئة معلومة، وهو هل كلية علوم زيها زي اي كلية طبية بتتعامل بنظام الساعات المعتمدة؟ الكلية بتتعامل بنظام الساعات المعتمدة، وده نظام معقد شوية، يطول شرحه، ممكن ابقى اعمل فيديو عنه. ولكن لازم تعرفه دلوقتي ويهمك ان اي مادة بتبقى بتتكون من 100 درجة، بيبقوا في الغالب بقى 40 درجة لو المادة عملية، وبيبقى في 60 درجة دول للفاينل. ال40 بيبقوا في المعتاد 20 للعملي و10 للمادة و10 على حضورك السكاشن. بيبقى منهم 5 على الحضور و5 بونص ده لو الدكتور تكرم واداهم لك. اما الفاينل ده بياخد نصيب الاسد وبيكون 60 درجة. اما بقى لو المادة ملهاش عملي، فدي بيكون الفاينل بتاعها 70 درجة، والميد بتاعها واعمال السنة بتوعها بيبقوا من 30 درجة. وعايزة اقول لك انك لازم تركز على الدرجات الصغيرة اللي هم زي ال30 وزي ال40، عشان دول اللي هيسندوك في الفاينل. ده في حالة لو لا قدر الله مريت
مريت بظروف خلتك معرفتش تلم في الفاينل، فلازم تعمل لنفسك أرضية في كل مادة كده، لأن محدش ضامن الظروف. تالت سؤال، هل الجي بي اي مهم؟ ايوه الجي بي اي مهم ولازم تهتم بيه، خاصة لو انت من الولاد وحابب انك تتوظف في شركة. في ناس بتركز على الجي بي اي زيها زي المهارات اللي مطلوبة في سوق العمل دلوقتي. وهقول لك على سر مش اي حد هيقوله لك، وهو ان سنة اولى في كلية علوم من اهم السنين اللي لازم تهتم فيها بالجي بي اي بتاعك او المجموع التراكمي للدرجات بتاعتك. لو ظبطته في سنة اولى هترتاح في السنين الجاية من حيث الدرجات. بمعنى لو انت ظبطت سنة اولى وجبت في سنة تانية جي بي اي وحش في ترم من الترمات، الجي بي اي التراكمي بتاعك او الدرجة الكلية بتاعتك على مدار الترمين اللي فاتوا مثلا مش هتتأثر معاك. ده في حالة لو انت مظبط سنة اولى. اما لو انت مدهور سنة اولى وجبت مجموعة قليل وجيت بعد كده فقت وجيت تشد حيلك، نسبته هترتفع بنسبة قليلة جدا، والموضوع هيبقى محبط جدا بالنسبة لك. فركز على سنة اولى وذاكر فيها علشان برضو ترتاح، وعلشان لما الأقسام تنزل في سنة تانية تكون جايب جي بي اي عالي يخليك تختار القسم اللي انت حابه، ما يخليكش تدخل اي قسم رغما عنك، او ان انت بتبقى داخل مجبر انك تدخل القسم ده. وحرفيا عايزة اقول ان دخول قسم انت مش حابب الدراسة فيه بمثابة جحيم. فما تحوكش نفسك لموقف زي ده، او ما تحطش نفسك في الموقف ده، لانه موقف بشع جدا. انا ذاكرت بايديا واسناني علشان ما تعرضش ليه، والحمد لله ربنا نجاني منه. رابع سؤال، هي ايه اقسام كلية علوم واختار قسمي على اساس ايه؟ اقسام كلية علوم كتيرة جدا، في اقسام لطلاب علم علوم واقسام لطلاب علم رياضة. معرفش في النظام الجديد علم رياضة وعلم علوم اندمجوا مع بعض ولا زي ما هم متفرقين عن بعض. ولكن اقسام علمي علوم بتبقى زي كيمياء مايكرو، مايكرو كيمياء، كيمياء حيوان وحيوان كيمياء، كيمياء نبات ونبات كيمياء، كيمياء حيوي. بتوع رياضة بيدخلوا اقسام زي كيمياء فيزياء وكيمياء رياضة واقسام تانية. انا بصراحة مش عايزة افتي فيها لان انا ما توسعتش في العالم بتاعهم قوي، لان احنا عالمين منفصلين صراحة في الكلية، بتوع علوم لوحدهم وبتوع رياضة لوحدهم. طيب انا بختار القسم على اساس ايه؟ هقولك ان في كليات زي كليات علوم بورسعيد تقريبا، دي بتدخلك القسم على اساس مجموعك في ثانوية عامة. وفي كليات زي كلية علوم جامعة دمنهور اللي انا فيها، دي بتخصصك على اساس الجي بي اي او الدرجة اللي انت جبتها في سنة اولى او مجموع الترمين بتوع سنة اولى. وهنا بنصحك تاني انك تهتم في سنة اولى بالجي بي اي عشان تدخل قسم انت حبه. للمرة الالف بنوه على الحوار ده علشان تبقى مرتاح طول الثلاث سنين في الدراسة وداخل حاجة انت حاببها، انت اللي اخترتها مش هي اللي اختارتك. طيب تختار قسمك ازاي؟ هقولك لازم تختار قسمك على اساس ميولك. اوعى تكون جايب درجة قسم معين مثلا، او شايف ان القسم ده بياخد اعلى درجة في الكلية وتقول انا هدخل لان انا جايب اعلى جي بي اي فهدخل القسم ده لانه بياخد من اعلى جي بي اي. غلط. في ناس دخلت بسبب الحوار ده واختارت قسمها على اساس هذا المبدأ، وفي الاخر ندموا جدا وقالوا يا ريت اللي جرى مكان. لازم تختاروا القسم بتاعكم على اساس ميولكو. يعني ممكن مثلا يبقوا منزلين كيمياء مايكرو انها بتاخد من 3 و4 وانت جايب 3 ولا 4، بس في قسم مايكرو كيمياء بياخد من 3 و1 وده على اساس ميولك وانت جايب درجته بس هو اقل شوية. لا انا انصحك تدخل مايكرو كيمياء لو انت حبه. اما لو انت حابب كيمياء مايكرو ادخلها عادي مفيش اي مشكلة. واوعى برضو تختار القسم على اساس ان ده شغله كتير ومجالات عمله كتير وكده. ايه الفايدة او يا فرحتي ان يكون مجالات عمله كتيرة بس انت لا حابب الدراسة فيه ولا جبت درجة كويسة، وكنت اصلا الساعة اللي بتقعدها بتذاكر فيها اي مادة من القسم ده حاسس ان في حد بيشنقك حرفيا. اي مادة بتاخدها في اي قسم انت مش حابه هتبقى بمثابة انك قاعد تنتحر كده، زي الناس اللي كانوا بيكرهوا فيزياء في سنة تالتة ثانوي. في حاجة برضو عايزة افهمها لك، وهي ان في حاجة اسمها القسم الفرعي وحاجة اسمها القسم الرئيسي وحاجة اسمها القسم السبيشيال. ايه الفرق؟ القسم الرئيسي دايما بيبدأ بكلمة كيمياء، زي مثلا لو انا قلت لك كيمياء مايكرو يبقى انا كده ده كيمياء رئيسي. لو انا قلت لك مايكرو كيمياء يبقى ده القسم الفرعي. كيمياء مايكرو يعني انت هتدرس مواد كيمياء اكتر من المايكرو، ومايكرو كيمياء يعني انت هتدرس مواد مايكرو اكتر من مواد الكيمياء. كيمياء سبيشيال بقى ده قسم حرفيا ما بيدخلوش غير العتاولة عندنا في الكلية، وده قسم بيدخلوه من سنة تالتة الترم التاني على اساس جي بي اي ودرجات معينة، وبتدخلوا بشروط معينة. القسم ده بيبقى
فيه الطلاب اللي هم كرسوا حياتهم كده انهم يدرسوا الكيمياء وبس، او ما حبوش من الكليه غير الكيمياء وبس، وبيدخلوا ناس باعداد معينه زي ما قلت لكم العتاوله حرفيا. فلو انت حابب كيمياء خلاص نشن على القسم ده واعمل حسابك انك تدخله من سنه تالتة الترم التاني في كليه علوم. حابة ازود حاجة للناس اللي مهتمة تعرف انا دخلت قسم مايكرو كيمياء ازاي. عايزة اقول لكم ان انا قعدت مع نفسي لقيت نفسي جايبة اعلى GPA يدخلني كيمياء حيوان، وانا مش حابة كيمياء حيوان، ولكن كان في مايكرو كيمياء يدخلني من مجموع اقل من الGPA اللي انا جايباه كمان. قعدت مع نفسي قلت انا مش بحب ادرس مواد الحيوان، لان مواد الحيوان اغلب كلماتها باللاتينية. انا بجيب فيها امتيازات بس مرهقة جدا في المذاكرة. لقيت ان مواد نبات بيبقى فيها عينات في الامتحانات لازم ان انا اتعرف عليها، وامتحاناتها بتعوز رسومات، بناخد رسومات كتيرة جدا وسكاشينها كلها رسومات، وانا مش بحب الرسم ورسمي وحش جدا. وقلت ان انا مش هختار اقسام رئيسية لاني مش بحب دراسة مواد كيمياء بشكل كبير. فلقيت ان قسم المايكرو انا بحب دراسة الكائنات الدقيقة، ولقيت بعد كده ان انا حابة شغل المعامل، وباذن الله ناوية في المستقبل افتح معمل، فحابة ان انا ادرس الكائنات الدقيقة وقسم يبقى مخلط بكيمياء زي الاقسام اللي في الكلية بالظبط. والحمد لله اخترت القسم دلوقتي ومكملة فيه الحمد لله، وعارفة اذاكر فيه واسلك فيه الحمد لله. فعلى هذا الاساس انا اخترت. هكذا انتوا اختاروا لميولكم. ممكن حد تاني يكون حابب النبات لانه بيحب الرسم. انا كان معايا ناس حرفيا فنانين بيرسموا رسومات كده احنا بندخل بيها الامتحان اصلا، او على اساس الرسومات اللي هم اخدوها من ورا الدكاتره. ممكن حد تاني يكون ما شاء الله الحفظ عنده عالي وبيحفظ الكلمات الصعبه اللاتينيه وكده، وعنده قدره ان هو يستحمل قسم حيوان. اوكي مفيش اي مشكله، ادخل القسم اللي انت حبه. حبيت بس اتكلم عن القسم بشكل مستفيض شويه، لان دي نقطه بتغلب اي حد داخل كليه علوم. خامس سؤال بقى والاخير في الفيديو بتاعنا، لان ده فيديو بارت 1 مش حابه اطول عليكم اكتر من كده. خامس سؤال هو هل اقدر اجيب امتياز في كليه علوم بعد كل الكلام اللي انت قلتيه وسد نفسنا ده؟ والله تقدروا تجيبوا امتياز. انا الحمد لله بجيب امتيازات بكل بساطه، بشرط انك تعرف ازاي تذاكر في كليه علوم، خاصه ان الدراسه فيها باللغه الانجليزيه. ثانيا تعرف دماغ الدكاتره شغاله ازاي تذاكر. ده انا عملت عنه فيديو ازاي تذاكر في كلية الدراسة فيها باللغة الانجليزية. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وهسيبه لكم في التعليقات والاي فوق. وعملت فيديو عن انواع الدكاترة في الكليات وازاي بيفكروا. تقريبا انا جبت نسبة 95% من الدكاترة بيفكروا ازاي. فلو انتم مهتمين، لان الفيديوهين دول لو انتم سمعتهم حرفيا هيسهلوا عليكم اللي باقي من الكلية على مدار السنين اللي جاية في حياتكم. ناس كتير سمعوهم وكانت تعليقاتهم عليهم انهم حلوين جدا وفادوهم جدا، وناس شكرتني عليهم وقالوا ان الموضوع سهل عليهم الدنيا كتير، او الفيديوهات سهلت عليهم حاجات كتيرة جدا. وحرفيا انا حطيت فيهم الزتونة زي ما بقولوا، حطيت فيهم حاجات اتمنيت وانا في سنة اولى ان حد يقول لي عليها، وطرق كتيرة للمذاكرة. كل ترم كنت بذاكر بطريقة اشوف بيها هل انا هقدر اجيب مجموع كويس على اساس طريقة المذاكرة دي في الترم ولا لا. والحمد لله كانت نتيجة كويسة جدا. فانصحكم انكم تسمعوا الفيديوهين دول، حرفيا هيفرقوا معاكم جدا. هتعرفوا ازاي تذاكروا بكل سهولة، وازاي تتعرفوا على ادمغة الدكاترة. استنوا بارت 2 ان شاء الله هنزله قريب. ولو في اي سؤال بيدور في دماغكم سيبوهولي في التعليقات، وان شاء الله هبقى اجاوب عليه في التعليقات يا في فيديوهات جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.